ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. النهارده بقى حبيت اشارك معاكم العزومه الكبيره دي، عزومه قويه جدا ما شاء الله، عدد افراد كبير. حبيت كده ان انا اشارك معاكم كده العزومه من اولها لاخرها، والتجهيزات بقى بتاعه تجهيز الفطار وتجهيزات كل حاجه هتشوفوها معانا. بس خدت لكم كده مقتطفات صغننه على قد ما قدرت، انتوا عارفين بقى معايا طفل صغير فما بعرفش اصور كتير، فمعلش بالنسبة لحد كتب لي في الكومنتات طويل الفيديو، يعني هم يعني حابين يسمعوا فيديو اطول، فمعلش سامحوني. بعد العيد هحاول ان انا اطول الفيديو اكتر من كده، وبس في رمضان بقى سامحوني بصور كده حاجات صغيرة عشان نعدي اليوم بقى كده مع بعض. هنا طلعت اللحمه في الحوض زي ما انتوا شفتوها، طلعت الفراخ كنت غسلها غسله كويسه، والطماطم والقلقاس والخضره. هنا بقى طلعت الحله الكبيره دي اللي انتوا شايفينها، ما شاء الله دي اكبر حله معايا في الطقم يا جماعه، كنت جايبه طقم ستانلس كده كبير. طلعت اكبر حله فيه دي. في الطقم دي مقاس 34 زي ما انتوا شفتوا على الكرتونه. ما استخسرتش يا جماعه والله، يعني شايفين طلعت لهم حتى الحله الجديده والله. فالدنيا مش مستاهله، دوبوا الحاجه اللي عندكم يا جماعه وافرحوا بالحاجه بتاعتكم. ما تشيلوش حاجه وما تعينوش حاجه، بس احنا ندوب الحاجات اللي عندنا، افرحوا باي حاجه بتجيبوها، استخدموها واستمتعوا بيها. وندوبها ونجيب تاني يا جماعه، بس احنا ندوبها مش هي اللي تدوبنا. فاي حاجه عندكم استمتعوا بيها، ما تعينوش حاجه. دي نصيحتي ليكوا يعني بصراحة. هنا بقى ابتديت في التجهيزات، انا سلقت الفراخ وطلعتها، كنت في الحتة دي انا طلعتها بس ما صورتهاش معاكم. وهنا بقى ضربت الطماطم كده وعملت التسبيكة زي ما انتوا شايفين، وهنا برضو كنت معلقة سلقت اللحم. وهتشوفي معانا احلى فطار النهاردة واحلى تجميعة. هنا برضو القلقاس اهو اتقشر زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الجمال. وهنا برضو طلعت الجوافة كده من الفريزر تفك. هعمل عصير جوافة النهاردة على الفطار، فطلعت الجوافة كده تفك. 3 اكياس حلوين جدا هيعملوا معايا كمية حلوة جدا اهو زي ما انتوا شايفين. 2 شفشق اهو مليتهم، كان في كمان حبة تانية كده في الكوباية اديتهم لابني كده يشربهم وهو واقف جنبي وانا بجهز كده الاكل والفطار. عملت كده الشفشفين دولت جامدين جدا. ف اللي وصل معايا لغايه هنا في الفيديو حطوا لايك يا جماعه. هنا بقى كنت خلاص سلقت اللحمه وطلعتها، هنا بقى كده رصيتها كده في الصينيه، وطلعت الفراخ برضو رصيتها في الصواني، كله رصيتها اهو في الصواني وجمعته شايفين. ادي الفراخ برضو ما شاء الله اللهم بارك. كميه معتبره يا جماعه، شايفين الفراخ تاني اهي واللحمه. فهي العزومه كانت لحوالي يعني بصوا حاجة وعشرين، يعني حاجة وعشرين فرد يا جماعة، 22 23 في الحدود دي. فكانت عزومة حلوة جدا بصراحة. هنخلص كل الأكل ده اللي انتوا شايفينه، وهتشوفوا في الفيديو هنروح بيه فين. كملوا الفيديو للآخر. هنا أنا بقول لكم اهو، هاي أنا اللي بصوركم اهو، بصور لكم الأكل. والله كنت بعمل الاكل بفرحه كده وبحب ومبسوطه، وعشان كده الاكل كان ما شاء الله كانت قرفته حلوه كده وكان طالع حلو ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. احلى حاجه اللمه واحلى حاجه التجميع يا جماعه. انا جوزي بيحب دايما يعزم اهله كده ويلمهم وفي رمضان، فهو بصراحة ربنا يستر عليه يا رب، مسافر. ربنا يستر عليه يا رب ويحفظهم يحفظه لينا اللهم امين يا رب. فحبيت كده ان انا لا ابقى قدها، وحتى هو في غيابه اعمل الحاجات اللي هو كان بيحب يعملها. وهو برضو لما يجي ان شاء الله نعزمهم تاني برضو، بس دي بقى عزومة رمضان، حبيت كده ان انا اسد مكانه واقول له ان انا قدها وقدود، انت مش موجود ربنا يستر عليك وانا قدها والحمد لله جهزت العزومه. هنا بقى انا مش عارفه اقلب الرز عشان ماسكه بايد وماسكه الكاميرا بايد وبقلب بايد، فانا فصلت الكاميرا وقلبت بقى الرز حلو. هنا بقى طلعت التمر ده زي ما انتم شايفينه، ده تمر الوادي الجديد يا جماعه، جاي لي كده هديه من زبونه عندي. احلى تمر والله العظيم تاكلوه من الوادي الجديد بصراحه. هنا بقى السلطه برضو كنت عامله حبه سلطه هنا كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى خدت الاكل كله ونزلت بيه عند حماتي تحت. بقى تحت واسع عندنا في البيت وعند حماتي، وكله بقى اتلم تحت. سلايف بقى وولاد سلايف كلهم، كلنا كنا متجمعين سلايف كلنا ما شاء الله وولادهم وحماية وحماتي وكلنا. فتحت التصوير بصراحة مش قوي، الإضاءة مش حلوة، فحاولت كده اجيب لكم على قد ما اقدر، وحبيت ان انا اشارك معاكم اليوم الجميل ده واشارككم كده الفطار بتاعنا الجامد. والملوخية نسيت اصورها برضو معاكم. يلا بقى سلام.